حينما دخلت عصابة صهيونية فاسقة من جيش إسرائيل الإرهابي إلى المسجد الأقصى لم يتكلم إلى القليل. الذين لهم غيرة على الأمة، لم تقع ضجة كبيرة ولا وقفات احتجاجية، بل هناك أشخاص لا يهتمون بالأقصى إطلاقا، يهتمون بالمسلسلات والمباريات وخزعبلات المواقع الاجتماعية ومتابعة غسيل القنوات التافهة. لكن حينما دخلت قطة إلى مسجد بالجزائر واعتلت كتف إمام وقعت ضجة، وصار الكل يتسابق لنقل الحدث على بساطته ليعطوه حجما عالميا، ناسين أو متناسين بأن معظم بلداننا تنظم حملات لقتل الكلاب دون رحمة، وهناك الملايين من القطط التي تموت جوعا في شوارع الأمة الإسلامية ولا يعبأ بها إلا من في قلبه ذرة رحمة تجاه خلق الله. جميل أن يتعامل الإمام بلطف وإنسانية مع قطة لجأت لبيت الله، وجميل أن نجهر بمناصرتنا لإخواننا وأخواتنا في كل مكان دون خشية أحد ما دمنا نحن الأعلون.